ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة صحية شوية، مش للناس اللي عايزين يتخانقوا او حاجة. وصفة نقدر نقول عليها ممكن تكون في الدايت، ممكن تكون اكل صحي شوية. البتنجان المخلل الطبيعي اللي احنا بنعمله بيكون مقلي في الزيت، فالمرة دي هنعمله من غير قلي ولا زيت ولا اي حاجة خالص، مش هياخد مننا وقت خالص، تقدري تفطري بيه وتتعشي بيه يعني. وصفة كده سهلة ولذيذة ومش هتاخد مننا وقت خالص. هجيب البتنجان اي كميه انت عايزاها، ممكن نص كيلو، ممكن اي كميه انت عايزاها يعني، ممكن تختاريهم بعدد وحدات يعني. الكميه اللي انت عايزاها عايزه تعمليها يعني، وعليها بتعملي كميه التتبيله. هجيب بقى البتنجان، مش البتنجان الرومي، اللي هو البتنجان عادي اللي هو بنحشيه عادي، اللي هو الرفيع الصغير ده. هحاول اختاره يكون رفيع علشان ما اختارهوش يكون تخين علشان يتسلق معايا بسرعه. فهبدا اشيل الراس بتاعتهم، اللي هي الراس اللي بتبقى فوق دي هشيلها خالص، وفي نفس الوقت احاول اخليني في اخر حرف في الراس علشان ما اهدرش ان البتنجان معايا. هعمل نفس اللي انا عملته دوت في الكميه اللي عندي كلها على طول، واول ما اخلصهم اكون محضره حله ميه على النار تكون بتغلي كويس قوي، واكون مظبطه الملح بتاعها. هحط الملح علشان الملح يبقى يخش في اللحمه بتاعت البتنجان كده، تحس البتنجان اللحم بتاعه يكون مملح، ما يكونش حاجه عادبه وانت بتاكليها، فيبقى الملح واصل. هسيبها على النار بقى ياخد وقته ويغلي. هعرف منين انه استوى او بقى خلاص كده على الحشو؟ اول ما امسك البتنجان وادوس عليه اقدر اقطمها بسناني كده، خلاص هي استوت يعني، ملهاش وقت معين. هبدا احضر التتبيله بقى. التتبيله بيختلف عليها الناس كتير، بس بالنسبه لي انا بحب التتبيله دي، بحس ان الطعم فيها قوي شويه بالنسبه لكمان بتنجان مسلوق. يعني لو كان بتنجان في الزيت، في التتبيله بتبقى مختلفه شويه عن دي يعني، بشيل حاجات وبحط حاجات تانية. حطيت فلفل احمر. ممكن احط فلفل احمر او فلفل اخضر، حسب اللي انت عايزاه يعني، بس الفلفل الاحمر بيبقى طعمه اقوى. ممكن تحطي شطه على زي ما انت عايزه، لو عايزاها تكون سبايس كده حطي شطه معاها، قرن شطه. وحطيت كزبره، كزبره خضراء، ممكن تحطي كزبره برضو ناشفه، انا بقول لك ده والبديل بتاعه. وعملت راس توم اللي هي بيبقى فيها 6 أو 7 فصوص توم كده. فصصت الراس كامله وحطيتها. بهاراتي بقى، معلقه بابريكا، معلقه كمون كويسه كبيره يعني، لان هو يعني بتنجان المخلل معروف بالثوم وبالكمون. وعليهم نص معلقه توم باودر. هنزود بقى معلقه عصفر. كده التتبيله بتاعتي خلصت خلاص. بتكون تحفه وزهره كده كويسه، مش هتحسسك خالص انه بتنجان مسلوق يعني، هتبقي بتاكليه وانتي فرحانه ومبسوطه، ومش حاسه خالص انه صحي، وهو صحي مش هيزود في وزن، مفيهوش فيه اي حاجه خالص مش صحيه. هبدا افتحه بقى بالسكينه كده بالراحه، واقوم حاطه فيه الحشوه. بتزينيه بشويه بقدونس، ممكن تزينيه بشويه كزبره تاني برضو خضر عادي يعني، ما تسيبوش كده، تحطي عليهم شويه كزبره خضره كده فوقها، ممكن قطع طماطم زي ما انت عايزه. وبألف